اللي نازلة والسيناريوهات اللي اتألفت، فمش عارفة أقول إيه غير حسبي الله ونعم الوكيل. إن أنا أكون ممكن فكرت في الاعتزال عشان أنا في حضن حد أيا كان الراجل ده صفته في حياتي. أنا لا يمكن أسيب أعتزل عشان إنسان. يعني أنا دلوقتي بمارس أمومة كنت محرومة منها لفترة طويلة، وعلى يدك ويد كل اللي هيسمعوني دلوقتي ان انا الفتره اللي فاتت اشتغلت وعملت حاجات كتير قوي اسيع، يعني كانت صعبه عليا بس الحمد لله. واللي بيقول ان انا سبت الفن عشان خاطر قصه حب مش مظبوط، لان مش معقوله انسان واحد يخليني اتعس كل الناس اللي بتحبني وبتحترمني. انا دلوقتي والله العظيم بتكلم بجد من قلبي، مع اني كنت يعني حالفه بيني وبين نفسي ان انا ما اتكلمش، بس انا عايزه اقول للناس ارحموني. يعني انا ست عايشه بربي بنتين ونفسيتي تعبانه شويه، بس بحاول ان انا اتدفى ببناتي واتدفى باقرب الناس ليا. ف يعني صعبان عليا ان كل الوسط الفني، طبعا في فنانين كتير وقفوا معايا وبشكرهم من كل قلبي واقول لهم الف شكر على جمال قلبكم، بس حرام الكلام اللي بيتقال دوت. يعني انا ما فيش حد، والله انا قررت كده عشان عايزه اعيش مع بناتي وعايزه اتدفى بيهم وعايزه اشوف مشاكلهم. فارجو من الناس ان هي تحترم الوقت ده. انا مش عارفه اذا كنت هرجع ولا ما ارجعش، انا ده حاجه بتاعت ربنا. فنفسي الناس بس تهدى وانا يعني مش هقبل اللي بيحصل ده خالص. فحسبي الله ونعم الوكيل. وعلى فكرة مش هسيب بلدي ولا هسافر اي حتة، لان في ناس كتير قوي تتكلم في ان انا ناوية اسيب البلد. انا ما سيبش بلدي وانا قاعدة في البيت اللي جنب مدرسة بناتي عشان اهتم بيهم، لكن مش هسيب بلدي واسافر ولا حاجة.